السلام عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه تاع دولمه بالخضر، يعني خضر متنوعه. كما راكم تشوفوا هنا درت لها انايا القرعه، درت كرنبيط، درت القرنون، ودرت تانت بطاطا، لكن ما برك ما حطيتهاش في الطبق. هذه هي الوصفه، هذه بزاف بتنينه وتانيت معروفه عند الجزائريين. راح نمد لكم الاسرار. كاين بزاف اللي كيديروا المرقه تجيهم يعني خفيفه وتجيهم مايهه، يعني ما تجيش بنينه. راح نمد لكم جميع الاسرار وكيفاش تاني اللحم يشد لكم يعني داخل الخضره، ما يخرج لكمش من القرنون ومن تاني القرعه. يعني جميع الوصفات حنمدها لكم. شوفي كيفاش جات ما شاء الله، والمرقه جات ثقيله، يعني ما جاتش مايهه. راكو تشوفوا هنا هذا الكرنبيط. هنا كيما راكو تشوفوا نقطع معكم الكورجات ولا القرعه، كل واحد واش يعيط لها. جات يعني بزاف بنينه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ان شاء الله راح تستفادوا وراح تاخذوا يعني جميع الاسرار ديالها. هنا نروحوا لاول حاجه نديرها هي الحشو. الحشو يعني باش نخليوه يريح وتاني تزيد يشرب من زيبيس. كيما راكو تشوفوا عندنا اللحم مرحي. الكميه حسب الخضره اللي حديريها وحسب عدد يعني الاسره ديالك. نديرو كميه معتبره تاع البصل باش يجي بنين، باسكو البصل هو اللي يبنن الدولمه. عندنا هنا المعدنوس، حنا نحبوا الحشاوش، انا هنا كثرت المعدنوس. نتوما ديروا الا كانوا ما يحبوش تقدروا حتى تستغنوا عليه، لكن راح يضيف بزاف منا في المرقه، يعني في لافاخس تجي بزاف بنينه. وما في المرقه انا عندي ندير المعدنوس، دوك نوريكم كيفاش. هنا درت حبه بيض. عندي كذلك الرز. الارز انا استعملت الارز العادي المفور، راكم تشوفوا حبه قصيره يعني ماشي طويله. تقدروا تستعملوا بسماتي، اللي يحب يدير بسماتي يدير بسماتي. انا نحب كثر، يعني حبيت اللحم يبان كثر من الرز. تقدروا ديروا ملعقه ملعقتين على حسب، يعني لو كان عندك كونتيتي تاع اللحم قليله تقدري تزكيها بالروز. كاين اللي يكثروا الروز باسكو كل واحد المقدور ديالو، يعني واحد ما يكلف روحو على جال هاد الطبق. نديرو هنا فلفل اسود. عندنا تانت القرفه ما نكتروش بزاف. المراقي البيوضه دائما عندنا لاباز هي القرفه فلفل الكحل، وكاين اللي يضيف زنجبيل، يعني هذا اختياري. لكن لاباز تاع المراقي يعني الجزائريه نديرو قرفه فلفل الكحل في المرقه البيضاء. نضيفو الزنجبيل، هذا اختياري. فوالا دركاتيك نبداو نطمو فيها. هنايا بون نسينا الملح، ما تنساوش الملح اكيد. ما ديروش بزاف باسكو المرقه البيضاء ما تلفتش الملح. ما تكتروش باسكو حنديرو في لاصوص ونزيدو في لافارس، يعني اذا كترنا بزاف راح تجي مالحه. والمرقه البيضاء اصلا ما تلفتش الملح، يعني ما تجيكم مالحه. كيما راكم تشوفوا دوكا تيك نعجنها ونخلو هذوك التوابل هذوك والبصل هذا كيدخل مليح في اللحم ديالنا باش تجي بزاف بنينه. وتخلوها ترتاح، غطيوها في بابي فين وخلوها ترتاح. هنا بالنسبه للحشو ديالنا ما لازمش يجي ناشف بزاف، باسكو من بعد يولي يطير لكم. فهمتوا؟ يعني الحيله ديالو كامل هي الحشو ما يجيش بزاف ناشف. نتوما اذا حسيتوا بلي باغ درتوا لا فرص قليله بزاف وحبه البيض كبيره، يعني جرات لكم بزاف، يعني باش تفاداو هذاك المشكل هذاك ضيفوا ملعقه تاع شابلور. دوك نوري لكم. تاع شابلور هي الخبز المرحي اليابس، يعني اللي ماشي من بلد جزائري. هذا هو كما راكم تشوفوا بقسوماط. كاين يعيطلو في البلدان اخرى يعيطولو بقسوماط. هذا هو، يعني هذا اذا كان خصك ولا ضيفيلو. اذا كانت حسيتي بلي الحشوه ديالك ما رايش بزاف ناشفه ما تضيفيش. ما يعني جاريه ما تضيفيش يكون احسن. فوالا راح نوري لكم كيفاش نديرو. يعني هذا الفيديو للمبتدئات اللي ما تعرفش الطبخ، اللي تعرفها تعرف، لكن اللي ما تعرفش نوري لكم يعني الاداه اللي استعملتها انا باش نحي هذاك القلب تاع القرعه. هذه هي. دوك دوري برك برفق، يعني ما سرعتش الفيديو هنا بالعاني باش تشوفي مليح. شوفي غير بالعقل برك ودوري.
هي وحدها تنحي لك. المهم ما تلحقيش لو فون كامل، يعني الداخل كامل، باسكو راح تتقطع لك، ومن بعد في الطياب راح تترتق الحبه، يعني تترتق لك، وتاني الحشو هذاك يخرج لك من الجهه اللي مليح، وهذا اللي ما راش نحوسوا عليه. كيما راكم تشوفوا البطاطا نفس الشيء. وتاني احنا نستعملوه في دارنا، كنا نستعملوا الملعقه تكون يعني حاده الاطراف، تكون صغيره، وتكون حاده الاطراف هذيك راح تفي بالغرض، يعني تنحي لك القلب ملاح. هذه هي. هنايا بعد ما كنا حضرنا يعني نحضروا الخضر ديالنا، ونوجدوا كلش منقي، الخضره في الماء كلش واجد، نبداو نحضروا في لاصوص اللي حطيت فيها يعني الخضر ديالنا الدولمه. في قدر دركاتي كنديروا الزيت، نضيفوا الزيت. عندنا البصل ديروا كميه معتبره تاع البصل، يعني حوالي حبه ونص، واذا كانت حبه كبيره ديري حبه كبيره، كانت حبه الله يبارك. المهم دوك تشوفوا انا الكميه اللي حطيتها وعينكم ميزانكم. انا هنا حيتها في لامولينات حوالي 2 حبات هكاك معين انا درتهم، هي اللي حتخطر لكم المرقه وتجي خاطره وتجي ملبيه، يعني ما تجيش شورورو كما يقولوا، ما تجيش زغلي والما يغلي كما يقولوا باللغه الجزائريه. فوالا هنايا درت الحميصه طيب، هذه حميصه مشمخه، درتها باش طيب معاها. دوكا تيك نضيفوا التوابل ديالنا اللي هما كنا استعملناهم في الحشو. عندنا فلفل اسود والقرفه يستحسن يعني تستعملوا قرفه عود، راح تكون احسن باش ما تلقلكمش الكحوليه، يعني ما تجيكمش المرقه ماغو. سختو لا درتو دولمه قرنون ولا دولمه بطاطا وقرعه برك، يعني راح تجي صوص ماغو. انا ضفت هنايا كميه قليله، يعني ماشي بزاف، حوالي نصف ملعقه صغيره، ماشي بزاف. نضيفو كذلك الزنجبيل، يعني نفس التوابل اللي درتهم في لافاص حنديرهم في لاصوص. هذه هي. هنا هاد لو بوكي يستحسن ديرو خيط، يعني تربطوه خير. انا هنايا حوست عليه ما لقيتوش الصراحه. هذا راح يضيف لكم بنه بزاف هايله في المراقي البيوضه، يعني ربطه المعدنوس هذه راح تضيف لكم حاجه بزاف بنينه، يطلق واحد الحلاوه، واحد البنه، معدنوس بزاف بنين في هذا ليصوص. انا ضفت انا القرفه عود. دوكا تكيلا كان عندكم مرسو هكا تاع اللحم ولا دجاج وحبيتوا تطيبوه معاه تقدروا تضيفوه وديروه. انا درتها هنا وحدها، يعني اكتفيت فقط بالخضره ديالي ولا فخصه هذيك، يعني ما درتش اللي كانت حدير اللحم ولا دجاج ولا تستنى شويه حتى يكون نص طياب باش ترمي هذيك الخضره، يعني باش تلحقوا سوا مع الخضره ديالكم. فوالا نمرقوها بالماء سخون، توجور تمرق يكون بالماء سخون. هذه هي. هنا كما راكم تشوفوا حنبداو بالكرومبيط. هنا غليته شويه في الماء وشويه ملح، يعني ما تكثروش بزاف، قسمه لق روحو. راكم تشوفوا هذيك لابارتي اللي تجي من برا هي اللي نديرها من الفوق، والاخرى نديرها من التحت، هذيك لابارتي الليس نديرها من التحت باش كي نلويه الليس يولي هو اللي من برا. فوالا نحيت لها القلب هذاك اللي يجي في الداخل، باسكو راح يجي بزاف عاصي هذاك القصبه هذيك اللي تجي في الوسط. نديرو كميه تاع لافيون داشي ونبداو نلويو. اختاروا هنا الكرومبيت اللي يكون هذاك اللي يجي عاصي هكا حاكم روحو، ويجي بيض، يجي بيض، ما يجيش يكون خضر بزاف دي فوت يطلق المروره. فوالا كيما راكم تشوفون نروليوها، ومن بعداتيك ندورو عليها بالخيط. نعاود معكم حبه واحده اخرى. شوفوا القلب نحوه توجور، يعني باش نتفاداو يجينا عاصي. هذه هي. فوالا هنايا نلويوها، حكموا بيان كيما البوراك، موالفين نديروا البوراك كيما البوراك نفس الشيء.
هنا كاين اللي ما يلويوش عليها الخيط، لكن انايا نخاف تتحلي في المرقه، يعني توجور نلويها بالخيط. كيما راكم تشوفوا هنا درت كامل الخضره ديالي، قعد لي هذاك القرنون لي زارتيشو. دوك نزيد ثاني تنفقسيهم كيما راكم تشوفوا. هذه هي. اذا كانت بقات لكم لا فارس بزاف ولا انا بون كملتها كامل في الكرنبيط صافي ما قعدتليش. كيما راكم تشوفوا نرموا الخضره ديالنا بالعقل. فوالا هاو القرنون كيفاش نقوه. ان شاء الله حندير لكم فيديو عن قريب كيفاش طريقه التنقيه ديالو يبقى بيض، يعني يبقى على حاله. فوالا هذه هي. دركا نقليو هذاك الكرنبيط. شوفي انا لويتو عليه الخيط، نقليوه ونخليوه يقطر شويه ومن بعد نضيفوه للمرق. فوالا كنت تشوفوا كيفاش قليتو. فوالا من بعد يعني ضفتو يعني القدر المقطع هذا كان راح لي، ونخلوها حتى تتلبى مليح وطيب كامل الخضره. نمسو هذاك الحبيبه تاع الرز تشوفوها، والبطاطا كيف نفس الشيء. هذه هي. هذا هو طبقنا اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو. ما تنسونيش بالجيم والابوني. هذه هي. وبارطاجيو مع البنيتات اللي حابين يتعلموا هكا طبق تقليديه. كل واحد وطريقته، كل واحد كيفاش يطيب. هذه هي. نقول لكم انا صحه فطوركم، دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.